السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلي دوسي على اللايك ودوسي على الاشتراك في القناة، وما تنسيش تعملي لي كومنت حلو. ازيك؟ النهاردة نازلين بفيديو ملغم بكل تفاصيل وكل حاجات حلوة بإذن الله. زي ما انتم شايفين في اول الفيديو سبت لكم الفيديو على الطبيعة علشان تسمعوا صوت الجرمشة وصوت الكنتاكي على طبيعته. بإذن الله الفيديو فيه تفاصيل كتيرة، ما تعديش الفيديو لأن كل لحظة في الفيديو مهمة جدا وفيها خطوات مهمة جدا علشان خاطر تنزل لك أو تجيب لك النتيجة المضمونة للكنتاكي بكل تفاصيلها. تابعيني في الفيديو حبيبتي، وإن شاء الله إن شاء الله هتعملي أحلى كنتاكي في البيت بإذن الله، وما يختلفش عن بره خالص خالص، بل بالعكس والله هيديكي نتيجة احلى من بتاعة بره وفيها توفير كتير. نخش على الفيديو. انا معايا هنا فرخة حوالي 2 كيلو، ويستحسن ان الفرخة تكون كيلو ونص علشان خاطر التسوية، بس انا هنا حكمت ان تبقى معايا الفرخة 2 كيلو. هقطعها كويس خالص، هخلي الجناح من فوق كده بحتة من الكتف هخليها دي وحديها، وجزء اليمين هقسمه على 2، يبقى كده النص الفجاني بتاع الفرخة اتقطع معايا على 6 قطع. كل ناحية اتقطعت على 3 قطع زي ما انتم شايفين في الفيديو. وعندي هنا ورك الفرخة طبعا هيتقطع على جزئين، الرمانة لوحدها او الدبوس لوحده، والجزء اللي من فوق لوحده. وطبعا هشيل حتة الدهن اللي بتبقى في الورك، وطبعا الزوايد زي ما انتم شايفين في الفيديو بالظبط. وقطعيها على حسب رغبتك وعلى حسب ما تحبي. بس هي كده الفرخة هتطلع معايا 10 قطع، يعني 10 قطع بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة. يعتبر الفرخة انا جايباها ب200 جنيه، فيها توفير كتير قوي قوي عن بره، ومش هيفرق الطعم عن بره بأي حاجة. تابعي الفيديو وامشي بكل تفاصيله حتى لو صغيرة علشان تديكي النتيجة وعلى ضمانتي. وفي خطأ انا وقعت فيه هحب اقولهولك برضو، تابعي الفيديو علشان ما تقعيش انت فيه برضو. عندي هنا الفرخة انا بغسلها كويس خالص قبل ما ادخل في اي مراحل من التتبيلة. انا بغسلها كويس قوي، لازم الفرخة تتغسل معايا كويس خالص. وهنا بجيب شوية مية واحط فيهم شوية ملح. وطبعا اللي متابع فيديوهاتي عارف ان انا بغسل الفراخ او السمك او اي حاجة لازم بشوية دقيق. شوية دقيق دول فيهم زي ما بيقولوا كده السحر، اللي هم بينظفوا الحاجة وبيجيبوا النظافة بتاعتها من الاخر. كده عندي شوية مية وسنة ملح وشوية دقيق وسنة خل صغيرة خالص، وبحط فيها الفرخة بتاعتي. طبعا ده مش التتبيلة، لا دي مرحلة الغسيل. وبسيبها حوالي في المنقوع ده 10 دقايق، بسيبها 10 دقايق. بعد كده بصفيها كويس خالص علشان اضمن ان الفرخة بتاعتي مفيهاش اي زفارة ومفيهاش اي تكتلات من الدم ولا اي حاجة. كده انا غسلتها كويس خالص. وبعدين هخش في المرحلة المهمة جدا، واللي هي التتبيلة اللي هتقعد معايا فيها الفرخة. عندي هنا شوية مية وحطيت حوالي كوباية دقيق او نص كوباية دقيق، كوباية الا ربع كده يعني. وحطيت جميع البهارات اللي انتوا شايفينها. انا كتبت لكم البهارات علشان خاطر تعملي لها اسكرين، وبعدين علشان خاطر تجيبي وتجمعي التوابل براحتك او تعرفي ايه اللي بيتحط في التتبيلة. طبعا انا كتبت لك كل حاجة، حطينا الكاري وحطينا بصل بودرة وتوم بودرة، وحطيت ال7 بهارات سنة صغيرة خالص ما كترتش طبعا، ونص مرق الدجاج والملح الفلفل وملح ابيض وورق اللورة. وطبعا حطيت
كل التوابل انا كتبتها لك برضو علشان ما انساش حاجة، عشان هي في كمية توابل كتير ما شاء الله. وبعدين قلبتهم كويس خالص، وجيت هنا في اهم خطوة اللي هي الفراخ. ان انا لازم اشرحها كده او اعمل لها فتحات. والخطوة دي مهمة جدا جدا علشان خاطر التتبيلة تشرب معايا الفرخة التتبيلة كويس خالص. وبرضو حاجة تاني علشان خاطر السوا، علشان خاطر طبعا احنا مش هنسلقها في مية ولا اي حاجة، هتبقى السوا بتاعتها من الالف للياء في الزيت. فلازم اعمل لها الفتحات دي علشان بتساعد معايا على التسوية المظبوطة، وما تكونش الفرخة فيها اي تكتلات من دم ولا اي حاجة او نية. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، بسم الله ما شاء الله الفرخة من جوه نظيفة خالص، وفيها كمان يعني ما فيهاش اي حاجة، ولونها من جوه ابيض ابيض خالص. فعلشان خاطر الخطوة دي مهمة جدا ان انت تفتحي معايا الفتحات دي. وبقلبها كويس خالص في التتبيلة، وبحاول اشرب كل حتة فيها، وبعدين بتركها او اسيبها. يعني انا لو عاملاها من بالليل، تاني يوم بإذن الله بشتغل فيها على طول. وبعدين انا هنا حطيت سنة كاري، الكاري والكركم. عفوا حطيت هنا حطيت هنا شوية بابريكا، اقصد شوية بابريكا. وطبعا حطيت هنا شوية كمان اهم حاجة البابريكا، واهم حاجة الكركم علشان اللون يطلع معايا كمان في المظبوط وفي المضمون. طبعا حطيت هنا البابريكا زي ما شفتوا، وسبتها من 3 ل6 ساعات. انا بالامانة خليتها حوالي 3 ساعات ونص علشان كنت مستعجل عليها شوية. وبعدين كل ما تسيبيها في التتبيلة هتديك النتيجة احلى واحلى واحلى. بس والله انا عن نفسي حطيتها 3 ساعات ونص، وادتني النتيجة المظبوطة. يعني النتيجة مفيش من بعد كده بصراحة، ما فيهاش غلطة زي ما بيقولوا. طبعا هنا بعد ما سبتها في التتبيلة بتاعتي، جبت هنا شوية دقيق وحطيت عليهم نفس البهارات اللي انا حطيتها في التتبيلة بتاعتي، هحطها هنا في الدقيق. طبعا هنا حبايبي جبت شوية برضو مية ساقعة وحطيتها كمان على التتبيلة بالفراخ علشان خاطر تمهد الدنيا معايا، لاني مش عايزة اخد من الخلطة، او مش عايزة اخد الفراخ تكون تخينة معايا. حطيت لها شوية مية ساقعة ساقعة متلجة. وبعدين هنا اديت لها الكفر الاولاني وقلبتها كويس. يعني مش بديها وش والتاني، لا ده انا بقلبها، افضل اقلب واعدل فيها حوالي 8 مرات، وانا اقلب واعدل فيها كويس خالص. الخطوة دي مهمة جدا جدا، يعني مش قلبة والتانية لا، بقلب فيها كتير زي ما شايفين في الفيديو شمال ويمين، علشان خاطر تتغطى معايا كويس خالص بالكفر ده، لان الكفر ده كله طبعا فيه التتبيلة، وطبعا بتديني القرمشة المضمونة. برجع تاني انزلها في الخلطة، وبرجع تاني اديها الكفر التاني، المرحلة التانية برضو نفس الخطوات هي برجع اعملها. باخد الكنتاكي كده او حتة الفرخة بتاعتي بعد ما بتبلها اول مرة، بنزلها تاني في التتبيلة وبرجع اديها الكفر التاني. عندي هنا زيت، ولازم الزيت يبقى غويط، لازم الزيت يبقى كتير خالص، وما تقلقيش هي مش هتشرب معاكي زيت خالص. طبعا هنا بعلي خالص خالص. اول ما هاجي احط اول حطة كده يعني في البداية، لازم الزيت يبقى معايا سخن خالص علشان تدي لها الصدمة، وفي نفس الوقت علشان خاطر ما يتجمعش معايا دم في الفرخة ولا اي حاجة. لازم اديها الصدمة الاولانية، تاخد حوالي معايا دقيقتين على العالي، وبعدين بوطي عليها النار، بسيبها حوالي 10 دقايق النار موطي عليها خالص. والغلطة اللي انا وقعت فيها ومش عايزاكي توقعي فيها، اول ما تيجي تقلبي قبل ما تقلب على طول ما تقلبيش والزيت يكون بارد، لازم تعلي الزيت حوالي دقيقة، وبعدين تقلبي الفراخ. لو جيتي قلبتيها على البارد طبعا علشان احنا موطيين هيخلع معاك الكفر خالص، لكن انت لو معليه الكفر هيرجع يلزق تاني في الفراخ، وهتبقى زي ما انتوا شفتوها في الفيديو.
عندي هنا الرز، طبعا الرز نزلت عليه بورقتين 3 لورا، وهنزل كمان بالكركم وربع معلقة كاري. الكاري بيودي الرز في حتة تاني، هيخليك في عالم آخر بصراحة. هتاكلي أحلى رز زي بتاع بره بالظبط. انا هنا عامله الرز العادي، لو حابه انت حضرتك تعملي الرز البسمتي او اي نوع من اي نوع رز، طبعا دي براحتك انت. انا عملت هنا الرز العادي بس. والله لما تحطي سنه كاري، وهتحطي عندي هنا سنة الكركم، طبعا هيديك اللون والطعم المظبوط. طبعا هنا اللهم بارك اللهم صل على النبي، الفيديو بيتكلم عن نفسه. اديكم شايفين الكنتاكي خلاص على سوا، بعد ما خد حوالي معايا ربع ساعة بالظبط، وطلع في احلى سوا واحلى طعم. طبعا هنا خلاص انا بطلع الكنتاكي لان هو هنا استوى معايا خالص، والرز باذن الله خلاص برضو على سوا. طبعا اديكم شايفين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم حبايبي، ما تحاوليش تقلبي الكنتاكي وهو على البارد. اول ما تيجي تقلبي الكنتاكي على الناحية التانية، فتعلي الزيت وتستني حوالي دقيقة ولا حاجة، وبعدين تقلبيها على الناحية التانية علشان خاطر الكفر ما يخلعش منك. انا هنا حبايبي ما عملتش الفرخة كاملة بالامانة، علشان تبقوا عارفين الفرخة بتعمل كمية اكبر من اللي في الصورة. يعني انا حوالي 3 قطع خليتهم، لان ما شاء الله الكمية كبيرة خالص، لان الكفر يعني التتبيله والدقيق بيضاعف حجم القطعه. انا عندي ال3 قطع دول انا شلتهم لان كتير بصراحه، الكميه كبيره هتبقى، وانا حبيت ان الحاجه زي كده ابقى اعملها يعني تبقى طازه. عندي هنا الرز بسم الله ما شاء الله، الريحة والله جابت لآخر الدنيا. الريحة بسم الله ما شاء الله، والطعم حكاية والله. الأولاد فرحوا بيه خالص. زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي اللهم بارك. عملت هنا سلطة بيضة، وعملت هنا الرز بالكاري، وعملت هنا حطيت بطاطس، وكمان حطيت لها طعم الجبنة علشان خاطر ما سيبش اي تفاصيل. وعندي هنا شوية صلصة، حطيت عليهم شوية شطة، طبعا عشان انا ما عملهوش سبايسي، عاملاه عادي علشان خاطر الاولاد اللي حابب ياكلوا بالشطة. فانا حطيت شوية صلصة وعملتهم كده بالشطة. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. بس هستنظر منكم اللايك، وهستنظر منكم التعليق الحلو زيكم. ان شاء الله الفيديو يوصل بيكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. انا حبيت اسيب لكم الفيديو كده على الطبيعة، علشان تشوفي القرمشة وتشوفي الكنتاكي كده على طبيعتها وعلى الصوت الاصلي. طبعا هنا شايفين البياض بسم الله ما شاء الله والله، وسوى ما بعده سوى. يعني السوى اللهم بارك والله، سوى وطعم وحاجة حكاية، وفيها توفير على فكرة. يعني لما تكون فرخة زي كده، ودي مش فرخة كاملة اللي قدامكم في الصورة، ب200 جنيه يعني ولا حاجة. برا بتبقى غالية جدا وأوفر جدا يعني. وطبعا هنا الرز بسم الله ما شاء الله. هنا السلطة البيضة حبايبي هعملها لكم بطريقة موفرة جدا جدا. انتظروني الفيديو اللي جاي، هنزل لكم بإذن الله الطحينة بكمية كبيرة وكمية رهيبة بأبسط الفلوس وبأرخص ما يكون. زي ما انتم شايفين الطحينة دي انا اللي عاملاها. وانتظروا مني الفيديو الجاي بإذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.